في لحظة تاريخية لفت انتباه العديد من المراقبين، قام العمدة السابق لمدينة هرجيسة عبد الكريم أحمد موغي بتسليم مهامه رسمياً إلى الإدارة الجديدة، مجدداً التزامه بالوعد الذي قطعه في بداية فترة ولايته ألا يبقى في المنصب يوماً واحداً بعد انتهاء ولايته القانونية. وقد حمل هذا الحدث رسالة قوية حول احترام سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، في وقت لا تزال فيه العديد من الدول تناقش مسألة تمسك القادة بمناصبهم لفترات أطول من المقرر. ومن خلال مغادرته لمنصبه في الموعد المحدد، قدم نموذجاً ينظر إليه على أنه مثال للالتزام والمساءلة والمسؤولية السياسية. خلال فترة قيادته لمدينة هرجيسة، ارتبط اسمه بعدد من مشاريع التنمية وتحسين الخدمات العامة التي تركت أثراً واضحاً في حياة المواطنين، مما أكسبه دعماً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء إداري روتيني، بل كانت موقفاً سياسياً وأخلاقياً يؤكد أن المنصب العام مسؤولية مؤقتة لخدمة الناس وليس امتيازاً دائماً. اليوم يغادر عبد الكريم أحمد موغي منصبه، لكنه يترك خلفه تجربة ستبقى في ذاكرة الكثيرين كنموذج للوفاء بالوعود واحترام المؤسسات. لا يقاس القادة الحقيقيون بمدة بقائهم في السلطة، بل بقدرتهم على المغادرة في الوقت المناسب وترك إرث يحترم ويذكر.